تعرف ان الكوتشينة ما كانتش زمان وسيلة للتسلية بس، وكانت برضو وسيلة سرية للتواصل بين الجنود خلال الحروب. يعني مثلا في الحرب العالمية الثانية ألمانيا أسرت جنود كتير جدا من الولايات المتحدة ودول تانية، ومن ضمن المعسكرات اللي تم أسر الجنود فيها معسكر اسمه أوفلاج IVC. المعسكر ده كان عبارة عن قلعة اسمها كولدت موجودة في شرق ألمانيا وتحولت لمعسكر، وطبعا أمريكا والدول التانية عاوزة تهرب الأسرى بتوعها. فاللي بيحصل إن أمريكا بالتعاون مع بريطانيا تتفق مع شركة تصنيع ألعاب ورقية مشهورة اسمها USPCC بحيث تصنع لها أوراق كوتشينة مصممة مخصوص بحيث يتم إخفاء خرائط ألمانية سرية جواها. وفي وقت الحرب كان مسموح بإرسال طرود من الصليب الأحمر للأسرى دول، وكانت الطرود دي ممكن يكون جواها كوتشينة عادي. الأسير لما يلاقي الكوتشينة ممكن يكتشف لما الورقة يجي عليها مية مثلا إن الورقة تتقشر وتظهر له جزء من خريطة ألمانيا، وبمجرد ما بيرتب الورق بيلاقي خريطة كبيرة للهروب. ده غير إن بعض الأوراق كانت عبارة عن تعليمات وإرشادات زي مثلا طرق يتجنبوها أو معالم ياخدوا بالهم منها. طيب هل دور الكوتشينة في الحروب وقف لغاية هنا؟ هقول لك لا. في الحرب العالمية الثانية وحرب العراق بعدها كانت الشركات اللي بتصنع الكوتشينة ما كانتش بتصمم الورقة بالشكل المتعارف عليه، يعني جوكر كوين أو شايب، لا، الشركات كانت بترسم على الورقة أشكال دبابات وطيارات ومعدات خاصة بالأعداء والحلفاء علشان المدنيين يعرفوا يميزوا ما بين أدوات الحلفاء وأدوات الأعداء. وفي حرب العراق كانت الكوتشينة اللي كانت مع الجنود كان عليها صور شخصيات مهمة من داخل العراق، بالإضافة لصور المعدات الخاصة بالجنود العراقيين على شوية إحداثيات كده، يعني بحيث يحفظوا الأهداف بتاعتهم. الكوتشينة يا جماعة ليها تاريخ طويل جدا، شوية تستخدم في الترفيه وشوية تستخدم في الحروب. ده غير ان الكوتشينة كانت الشرارة اللي خرج منها آلاف الألعاب الورقية زي أونو، وخرج من أونو فليب، وبعدين ظهر أفكار أكتر للألعاب الورقية زي مثلا تحويل لعبة أفلام اللي كنا بنلعبها زمان للعبة ورقية، أو نستخدم الألعاب الورقية في زيادة معلوماتنا العامة. يعني اللعبة تكون عبارة عن أسئلة وأجوبة عن طريق الورق، وبيكون فيه نقط بتجمعها وهكذا. والألعاب الورقية دي عشان تتصنع وتوصل لك ليها طريقة معينة في تحويل الفكرة للعبة على الورق، والمهم كمان إن اللعبة تكون قابلة للحل. فالموضوع عموما مش عشوائي خالص، وهتلاقي حلقة بالفعل اتعملت على القناة بتتكلم عن إزاي تبتكر لعبة ورقية من أول الفكرة لغاية الطباعة بإذن الله. فلو أنت حابب تبتكر لعبة ترفيهية زي اللعبة اللي بتحبها حاليا زي الكوتشينة والأونو وسكرو وغيرها، تقدر تروح تتفرج على الحلقة بإذن الله. هسيب لك الحلقة في صندوق الوصف. وبس كده، السلام عليكم.